هذا الشخص معلق داخل المطار أكثر من 18 سنة. مهران كريمي ناصر لاجئ إيراني موجود في لندن، بده يطلع على باريس عن طريق المطار. في عام 1988 لما وصل على مطار الفرنسا فقد الشنطة اللي فيها أوراق رسمية مشان يدخل على فرنسا، فبدون هدول الأوراق مستحيل يدخل على فرنسا، فصار يدور من هون لهون لحتى فقد الأمل. هون مهران لا بيقدر يرجع على بريطانيا ولا بيقدر يدخل على فرنسا، ومن يومها مطار شارل ديغول صار بيته لمدة 18 سنة. طول هي الفترة مهران كيف كان يقضي حياته؟ مهران كان يقعد وينام فوق المقعد المطار، وكان يقرأ ويكتب يومياته ويتفرج على التلفزيون اللي موجودة في قاعة الطعام، ويتسمع على ترددات ويحكي مع الموظفين والأشخاص المسافرين داخل المطار، وكان يتحمى بحمام المطار ويجف ثيابه فوق شنطيته. وفي عام 1999 هون أخيرا شباب عرضوا على مهران إقامة مشان يطلع من المطار، لكن المهران رفض هي الإقامة لأنه حاطين جنسيته جنسية إيرانية وحاطين اسمه حقيقي، هو بده جنسية بريطانية واسم تاني، لكن رفضوا طلبه. وفي عام 2006 نقلوه للمستشفى وبعدها رجعوه على المطار. وفي عام 2022 توفى داخل أحد مستشفيات. وبس تقدروا تلاقوا هذا الإيموجي